بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بحول الله عز وجل مع أول محاضرة في مقياس الحريات العامة، وهي إحدى الوحدات الاستكشافية الموجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون عام. وكما يعلم جميعنا، لقد بات يشكل موضوع الحريات العامة أحد أهم المواضيع القانونية التي تدرس في كليات ومعاهد الحقوق، كونه يمد الطالب في حقيقة الأمر بمعارف متعددة الجوانب تتعلق بعدة علوم، منها علم السياسة وعلم الاجتماع والاقتصاد والتاريخ وغيرها من العلوم، ناهيك عن ارتباطه بفروع القانون العام والخاص. والأكثر من ذلك، فإن هذا المقياس يعرف الطالب بحرياته الأساسية ونطاق الانتفاع بها وحدود ممارستها، كما يعتبر موضوع الحريات من ناحية أخرى من أهم المواضيع المطروحة على الساحة الدولية والوطنية على حد سواء. ولعل ما يبرز هذه الأهمية هو كثرة الإعلانات والمواثيق الدولية التي وقعت للتكفل بحماية وضمان تجسيد هذه الحريات على أرض الواقع، وذلك عبر حث دول العالم على تضمين جزء خاص بها في دساتيرها وقوانينها الداخلية، كونها أضحت تعتبر ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في عصرنا الحالي، وإحدى الغايات التي تؤسس سلطة الدولة وشرعية ومشروعية نظام الحكم فيها. وعليه قد يتبادر للطالب أسئلة كثيرة بخصوص هذا الموضوع يقف أمامها حائرا، والتي يمكن أن نترجمها على النحو التالي: ما المقصود بالحريات العامة؟ وما الجهة المكلفة بتنظيمها؟ وكيف يتم تنظيمها؟ وهل هي مطلقة في سائر الأحوال أم لا؟ كلها تساؤلات سنحاول جاهدين الإجابة عنها بحول الله عز وجل، وذلك من خلال دراسة النقاط الآتي ذكرها ووفقا للترتيب المشار إليه. أولا، تعريف الحريات العامة. ثانيا، تنظيم الحريات العامة. ثالثا، السلطات المختصة بتنظيم الحريات العامة. رابعا وأخيرا، تقييد الحريات العامة. نبدأ مع أول عنصر، وهو تعريف الحريات العامة. للتعرف على مدلول الحريات العامة وجب منا الوقوف على مدلولها اللغوي والاصطلاحي، ثم تمييزها عن الحق. هنا لاحظوا أننا سوف نميز بين الحرية والحق، وكذلك بين الحريات العامة ومصطلح حقوق الإنسان، على أساس أنه هو الأقرب والأكثر تداولا. حينما نقول الحريات العامة يأتي أو يتبادر إلى أذهاننا لأول لحظة مصطلح حقوق الإنسان. وقبل ذلك كله وجب منا أن نعطي ملاحظة، وهو أن هذا المصطلح، مصطلح الحريات العامة، ينقسم إلى شقين: الحريات والعامة. لذا سنقوم بإعطاء تعريف للحرية، مصطلح الحرية بصفة خاصة، ومن ثمة نوضح الأساس الذي يجعل الفقهاء يطلقون عليه بوصف العام. الحرية لغة هي الطبيعة النقية الصافية، والأصل الذي لا يقبل زيفا. يقال الذهب الحر، الطين الحر، الفرس الحر، وهي كلها في حقيقة الأمر مصطلحات شائعة نتداولها يوميا. ويقال كذلك الإنسان الحر، وذلك إشارة إلى أخلاقه الفاضلة أو غير المستعبد. ويقال الحرية نقيض العبودية. أما إذا ما اجتهدنا وبحثنا عن مصطلح كلمة الحرية في القرآن الكريم، فإننا نجد أنها لم تأتي بصفة صريحة، وإنما جاءت بعدة ألفاظ دالة على معناه. ومن ذلك قوله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. صدق الله العظيم. وذلك في الآية 178 من سورة البقرة. وكذا قوله عز وجل في الآية 92 من سورة النساء: فتحرير رقبة مؤمنة، وذلك فيما يتعلق بالدية. وكذا قوله عز وجل على لسان مريم ابنة عمران في الآية 35 من سورة آل عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. صدق الله العظيم. أما عن مصطلح الحرية في اللغات الأجنبية فيلفظ في الفرنسية ب"la liberté"، أما في الإنجليزية فتعني الحرية freedom، أما في اللغة الإسبانية فتنطق libertad. كان ذلك بالنسبة للتعريف اللغوي. أما عن التعريف الاصطلاحي وجب منا أن ننوه إلى أننا سنقوم ضمن هذا البند بإعطاء مجموعة مختلفة من التعاريف وفق منظور كل من الفلاسفة ورجال القانون. الحرية من منظور فلسفي. وقد كانت الحرية ولا تزال الحرية محط شغف لدى الفلاسفة، ولعل ما يبرز ذلك هو كثرة التعريفات التي جاء بها العديد من الفلاسفة، والتي نذكر من بينها التعريف الذي جاء به الفيلسوف لايبنيز حينما قال عنها بأنها قدرة الإنسان على فعل ما يريد، ومن عنده وسائل أكثر يكون أكثر حرية لعمل ما يريد. وكذا قول فولتير عندما قال: عندما أقدر على ما أريد فهذه حريتي. وهنالك العديد من التعريفات التي جاء بها الفلاسفة بخصوص مصطلح الحرية. فنلاحظ أن أفلاطون يرى بأن الحرية هي انطلاق الإنسان نحو الكمال دون عوائق أو حواجز أو قيود. أما ديكارت فيرى من منظوره أن الحرية هي مقدرة على القيام أو عدم القيام بشيء معين. وبالنسبة لتعريف الحرية من منظور قانوني فإن إعطاء تعريف دقيق لها ليس بالأمر الهين، حتى قيل عنها بأنها أكثر الكلمات الرديئة التي تملك قيمة أكثر من معنى، وهو ما يمكن أن نعطي مثال عنه حينما عبر عنه الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن في إحدى الخطابات التي ألقاها عام 1864 بقوله: إن العالم لم يصل أبدا إلى تعريف طيب للفظ الحرية، فنحن إذا كنا نستعمل ذات الكلمة فإننا لا نقصد ذات المغزى أو المعنى. وفيما يلي سنحاول إعطاء مجموعة من التعاريف التي جاء بها الفقهاء القانونيون، ونبدأ بالفقه الفرنسي، وعلى رأسهم الفقيه مونتسكيو، حينما عرف الحرية بأنها ذلك الحق الذي يسمح به القانون، والمواطن الذي يبيح لنفسه ما لا يبيحه القانون لن يتمتع بحريته، لأن المواطنين سيكون لهم القوة نفسها. وكذلك بالنسبة لجون لوك فيرى هو الآخر بأن الحرية وبمفهوم مقارب لما جاء به الفقيه مونتسكيو أنها الحق في فعل شيء تسمح به القوانين، أي أن كل فعل تسمح به القوانين هو عبارة عن حرية يتمتع بها الفرد. وفي نفس السياق يذهب الفقيه أندري لالاند إلى القول بأن الحرية هي المقدرة على القيام بكل ما لا يمنعه القانون. وهنا نلاحظ أن هذا التعريف يشابه التعريف الذي أتى به الفقيه جون لوك. وبالعودة للفقه العربي فيرى الدكتور رفاعة الطهاوي بأن الحرية هي التخلص من كل قيد مادي أو معنوي، أو هي القدرة على فعل شيء دون سبب وجود القدرة عليه، وهو ما يسمى بحرية اللامبالاة. ونلاحظ هنا بأن الدكتور رفاعة الطهاوي قد عرف الحرية بشكل يمنح للفرد الحرية المطلقة أو اللامبالاة على حسب تعبيره. كان ذلك بالنسبة لأهم التعريفات التي جاءت بخصوص الحرية. لكن
قد يتبادر لأذهاننا سؤال مفاده هو أنه على أي أساس يطلق على الحرية وصف العام؟ نجيب على هذا التساؤل على النحو التالي: بالنسبة لإلحاق وصف العام بالحرية فقد اختلف الفقه في تبيان سبب ذلك، ومن هذه الآراء ما ذهب إليه اتجاه من الفقه، والذي يرى بأن وصف العمومية يلحق بالحرية في الحالة التي يترتب على الدولة القيام بها، وواجباتها اتجاهها قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية، في حين يعتبر جانب آخر من الفقه أن إضافة كلمة عامة كوصف لاحق على ممارسة الحرية لا يمكننا إلحاقه بها إلا عندما تمارس هذه الأخيرة من طرف جميع الأفراد مواطنين أو أجانب دون تفرقة بسبب اللغة أو الجنس أو الدين أو المركز الاجتماعي. لكن أنا بالنسبة للأجانب هي حقيقة تمارس بعض الحريات، لكن هنالك بعض الحريات التي يحظر على المواطنين على الأجانب ممارستها كالحقوق السياسية. وفي مقابل ذلك كله يرفض جانب آخر من الفقه استعمال اصطلاح الحريات العامة، مؤيدا استعمال الحريات الفردية بدلا منه، لما يراه حسب وجهة نظره أنه هو التعبير الأدق عن مفهومها، باعتبارها حريات تخول لكل فرد من أفراد الشعب وعلى قدم المساواة. أعزائي الطلبة، كان ذلك بالنسبة لتعريف الحريات العامة وأهم الاتجاهات الفقهية التي قامت بتعريفها والفلسفية كذلك. نلتقي في حصة أخرى بحول الله عز وجل. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى